السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. معكم حسين علي من قناة حسين في 998 فول اثنان. طيب اصدقائي، في هالحلقة راح نشرح برنامج الكلاش بوت. اوكي. شباب، برنامج الكلاش بوت معروف جدا. بس انا ما انصحك تجربه اذا ما كنت خبير. فما انصحك تجربه، لان انا ما مسؤول اذا مثلا الشركة تعطيك باد نهائي، فلا تجي تقول لي الشركة. يعني اصدقائي، انا من ناحيتي ما انصحك به. بس للمحترفين فبقت يمكم أصدقائي، كيف قدرت تجربه جربه. ملاحظة، أنا غير مسؤول عن إيش راح يصير بيك أو بالكلاش ما تكوفي. نبدأ الشرح أصدقائي. أول شي راح تحمل الملف المضغوط اللي هذا بصيغة الورر. أوكي. الرابط التحميل أسفل الفيديو. آه هذا رابط تحميل على موقع الميجا. طبعا موقع ميجا موقع فاشل جدا جدا جدا، ولا أنصح أي شخص أن يرفع الملفات عليه. بس هاي النسخة المهكرة يعني ما تحتاج تسجيل الدخول، مباشرة تعطي لوجين. اوكي، هسه راح نشوف التفاصيل بالفيديو. تابعوا. ننتظر هاي بالما تكمل. بس هذا الملف يعني حجمه مو ذاك الكبر، حجمه يعني عادي بسيط، تقدر تحمله ب15 دقيقة فقط. ننتظر هاي بين ما تكمل. اعتقد يعني شوي راح تطول، لا ما راح تطول اصدقائي. ننتظر هاي بين ما تكمل، وراح نحمل البرنامج وياكم، ونشوف شلون تحمل من موقع ميجا. اوكي، تابع. مثل ما تلاحظون قرب على انتهاء، وهسه انتهى أصدقائي. طيب ننتظر بين ما تطلع لنا هاي النافذة. مثل ما تلاحظون حجم الملف 50 ميجا بايت. تضغط على داونلود، يعني تحميل في المتصفح. طبعا التحميل راح ياخذ وياك تقريبا 15 دقيقة أصدقائي، تقريبا يعني 15 دقيقة أو أكثر، يعني ما بلوم. اوكي. بعد اصدقائي، بعد ما ينتهي التحميل من يمك راح يظهر لك هذا الملف المضغوط. تضغط على اكستراكت تو فلاش بوت. اوكي. بعد ذلك راح يعطيك ملف بهذا الشكل. تفتحك لك اليسار، وتفتح المجلد البي، وراح تلقى هنا ملف اسمه كلاش بوت. اوكي. تفتح الملف ونجرب البرنامج. تضغط على يس. اوكي. طيب اصدقائي، ننتظر شوية. طبعا البرنامج شوية ثقيل، يعني مو كلش. طيب بسوي ريفرش. اوكي. طيب أصدقائي، مثل ما تلاحظون البرنامج شوي تأخر، يلا يفتح، يعني ماكو مشكلة. طيب أصدقائي، هاي النسخة المكركة ما أعرف شنو. فالمهكرة يعني ما تحتاج تدخل اليوزر نيم أو باسورد. أوكي. مباشرة تضغط على لوجين، وراح تعطيك هنا يقول لك هاي الكلمة تخرج من عندها. اعطي اوكي. نفس الشي طلع لي مرتين تخرج من عندها، مباشرة يفتح البرنامج. ان شاء الله هذا الفيديو يا رب يعجبكم. فإذا أصدقائي، بالحلقة الثانية راح تكون عن ضبط إعدادات هذا البرنامج وكيفية استخدامه، وراح نعرضه إن شاء الله. أعتقد أنه نعرض هجمات من البرنامج، بس ما أدري، احتمال أنزل واحتمال ما أنزل. أوكي. فمثل ما شفت البرنامج، الإعدادات. بالنسبة للإعدادات راح أتطرق عليهن فيديو ثاني إن شاء الله. شباب، لهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو سوي لايك، وإذا ما عجبك سوي ديسلايك. في أمان الله.